بتبدأ قصتنا سنة 1937 وتحديدا في قرية من قرى محافظة المنيا، لما اتولدت الطفلة انشراح علي موسى. انشراح اتولدت في أسرة بسيطة وعلى قد حالها، ولكن والدها كان شخص مثقف وبيحب التعليم، عشان كده قرر انه يعلم بنته انشراح ويصرف عليها كل اللي معاه على تعليمها. وخلوا بالكم احنا بنتكلم في الثلاثينات، يعني ما كانش حد كتير بيهتم بتعليم بناته، وخصوصا سكان القرى والأرياف. المهم ان انشراح كانت متفوقة في تعليمها، ولكن في نفس الوقت كانت متمردة ومش عاجبها عيشتها، وطول الوقت بتحلم تعيش في مكان بره قريتها. ولما وصلت للمرحلة الإعدادية، والدها وعدها بأنها لو جابت مجموع كويس هياخدها معاه للقاهرة عشان يحضروا فرح شخص قريبهم. طبعا انشراح فرحت وقالت له: أوعدك إن هجيب مجموع حلو قوي، أهم حاجة إن أسافر معاك. وفعلا بعد ظهور النتيجة انشراح سافرت للقاهرة مع والدها عشان يحضروا الفرح. وبرغم إن انشراح كان عمرها 14 سنة بس، إلا إن جسمها كان أكبر من سنها وظاهر عليها علامات الجمال والأنوثة، عشان كده لفتت انتباه كل اللي في الفرح، وأولهم إبراهيم شاهين. إبراهيم شاهين كان شاب في العشرينات من عمره وعايش في العريش، وبيشتغل كاتب حسابات في مكتب مديرية العريش. وإبراهيم من أول ما شاف انشراح أعجب بيها، وزي ما تقولوا كده الحب من أول نظرة. والغريبة إنها هي كمان أعجبت بيه وتمنته يكون زوج ليها. وفعلا بعد أسبوع واحد انشراح اتفاجئت إن إبراهيم بيخبط على باب بيتهم وبيقابل والدها وطلب إيديها للجواز. ولكن في البداية أهلها كانوا رافضين الفكرة تماما بسبب إن بنتهم هتسكن في العريش. والدها قال لها: يا بنتي هو شاب كويس وما يعيبوش حاجة، ولكن العريش بعيد عننا جدا. وكمان والدتها قالت لها نفس الكلام، ولكن انشراح قدرت إنها تضغط عليهم وتقنعهم، وبالفعل وافقوا. وتم الزواج بين انشراح وإبراهيم سنة 1955، واتنقلت عشان تعيش معاه في العريش. ومن هنا بدأت قصة أوطى عيلة في مصر. وبعد الجواز ب10 شهور بس ربنا رزقهم بأول طفل ليهم وسموه نبيل، وبعده بسنة خلفوا محمد، وبعده بسنتين خلفوا آخر طفل ليهم وسموه عادل. وقالوا كفاية خلفة لحد كده، وكفاية علينا التلاتة نربيهم ونعلمهم. ولأن إبراهيم وانشراح كانوا حاصلين على شهادة الإعدادية ومش مكملين تعليمهم، فالموضوع ده كان عامل لهم عقدة نقص، واتفقوا إنهم لازم يعلموا أولادهم أحسن تعليم عشان يحققوا اللي هم معرفوش يحققوه. ولكن الحياة في العريش كانت حياة بدوية، ومفيش عندهم إمكانيات في المعيشة والتعليم زي القاهرة. عشان كده إبراهيم وانشراح قرروا إنهم يبعتوا أولادهم عند عمهم في القاهرة يعيشوا ويتعلموا هناك، ويعيشوا الحياة اللي هم كانوا نفسهم يعيشوها. وفي سنة 1963 أولادهم التلاتة سافروا للقاهرة عشان يتعلموا هناك، أما إبراهيم وانشراح قعدوا في العريش، وكانوا كل شهر بيبعتوا مبلغ مالي للأولاد عشان يصرفوا على تعليمهم وأكلهم ولبسهم. ولكن بمرور الأيام المصاريف بدأت تزيد، وإبراهيم ما كانش عارف يلاقيها منين ولا منين، من الأسعار اللي بتزيد كل يوم، ولا من مرتبه اللي ما بقاش يكفي، ولا من أولاده اللي كل ما يكبروا مصاريفهم وطلباتهم تزيد. عشان كده في سنة 1966 قرر إنه يقبل رشوة، وقال لك أهي مرة ومحدش هياخد باله. ولكن لسوء حظه اتكشف واتقبض عليه واتحكم عليه ب3 شهور حبس. وبعد 3 شهور خرج إبراهيم من السجن يا مولاي كما خلقتني. الراجل خسر وظيفته وخسر مرتبه وخسر فلوسه اللي كان محوشها على المحامين، وبرغم إنه تعب عشان يدور على شغل إلا إن مفيش مكان كان راضي يشغله، أصله خلاص سمعته بقت سابقاه، والعيشة كانت صعبة. واللي صعبها أكتر هو نكسة 67 وخسارة الجيش المصري واحتلال سيناء. هو صحيح النكسة كانت كارثة ومصيبة لكل المصريين، ولكنها كانت كارثة أكبر بالنسبة لأهل سيناء، وده لأن سيناء انعزلت تماما عن باقي مصر وبقت تحت حكم الحاكم الصهيوني، وأهلها ما كانوش يقدروا يتحركوا يمين ولا شمال إلا بإذنه. يعني تخيلوا عشان حد من سيناء يسافر للقاهرة لازم ياخد تصريح بالسفر. عشان كده إبراهيم وانشراح ما كانوش عارفين يشوفوا أولادهم، وكان كل يوم إبراهيم يروح لمكتب الحاكم العسكري ويطلب منهم تصريح للسفر، ولكنهم كانوا بيمطلوه ويرفضوا ويدوله التصريح. أما انشراح فكانت زي أي أم قلبها قلقان على أولادها وقلقانة عليهم وعاوزة تشوفهم. وفي يوم من الأيام قالت لإبراهيم: أنت لازم تتصرف وتخليني أروح أشوف أولادي، أنا ما بنامش من الكوابيس اللي بتجيني كل يوم وقلبي متوغوش عليهم. إبراهيم قال لها: طيب وأنا أعمل إيه؟ أنا كل يوم بروح لهم وبطلب منهم تصريح السفر وهم بيرفضوا. على العموم ما تقلقيش، أنا هروح لهم
ومش همشي من هناك غير وانا جايب التصريح معايا. وبالفعل إبراهيم راح لمكتب الحاكم العسكري وطلب منهم تصريح، وزي كل مرة رفضوا طلبه. ولكن المرة دي إبراهيم أخدته الشجاعة، وقف يزعق بصوت عالي وقال لهم انتوا عاوزين مني ايه؟ مش كفاية اللي انا فيه؟ ده انا قاعد في البيت زي الولية من غير شغلة ولا مشغلة ومش لاقي اكل وشرب، كفاية لحد كده، انا لازم اشوف ولادي واطمن عليهم. وفي اللحظة دي خرج ضابط اسمه ابو نعيم وطلب من إبراهيم انه يدخل معاه المكتب عشان عاوزه في كلمتين. ولما دخلوا المكتب ابو نعيم قال له ازاي قاعد من غير شغلة ولا مشغلة؟ وهنا إبراهيم حكاله عن قضية الرشوة اللي اتسجن بسببها، وإن من وقتها محدش راضي يشغله وما بقاش لاقي ياكل. أبو نعيم ابتسم بخبث وقال له ما تقلقش، كل حاجة هتتحل، وإذا كان على الأكل مفيش أكتر منه، أما التصريح فتعالى بعد يومين وهتاخده. وبعدها إبراهيم اتفاجئ إن أبو نعيم بيسلمه شنطة مليانة دقيق ورز ومكرونة وكل طلبات البيت. ورجع إبراهيم لانشراح وحكى لها على كل اللي حصل، وقال لها تصدقي يا انشراح، ده طلعوا ناس طيبين وكرمة قوي. انشراح ردت وقالت له عندك حق، وما كانوش يعرفوا ان ده كان اول اختبار ليهم، وزي ما تقولوا كده جر رجل، لان في الوقت ده كل الشعب المصري كان بيقاوم ورافض الاحتلال، وخصوصا اهل سيناء ما كانوش متقبلين ابدا فكرة ان المحتل يتحكم فيهم، لدرجة انهم كانوا رافضين يروحوا لمكتب الحاكم ويطلبوا منه اي حاجة، الا طبعا في الشديد القوي، وكان مستحيل حد يقبل ياخد منهم أكل ولا شرب. فكون إن إبراهيم قبل بسهولة كده ياخد منهم أكل وشرب، فده معناه إنه ولا عنده وطنية ولا كرامة، وهيجي معاهم في أي حاجة. وبعد يومين إبراهيم راح لمكتب الحاكم مرة تانية، والمرة دي أبو نعيم سلمه تصريح السفر وقال له ده تصريح ليك ولزوجتك بالسفر، وأنا بنفسي جبتهولك من مكتب الحاكم. إبراهيم قال له أنا بشكرك جدا، وده جميل أنا عمري ما هنساه. أبو نعيم قال له بس لازم تكون عارف مفيش حاجة ببلاش، واحنا عاوزين منك خدمة بسيطة. إبراهيم قال له وماله، أنا مستعد أعمل كل اللي انتوا عاوزينه. أبو نعيم رد وقال له لما تنزل القاهرة احنا عاوزين منك تقرير مفصل عن أسعار الخضار والفاكهة وأسعار السلع والحالة الاقتصادية بشكل عام. إبراهيم في اللحظة دي اتأكد إنه خلاص دخل عش الدبابير، ومع ذلك كلم أبو نعيم وقال له تمام، اعتبر التقرير عندك. ولما رجع للبيت انشراح استقبلته وهي مبسوطة لأنها أخيرا هتسافر لأولادها، ولكن لاحظت إن إبراهيم باله مشغول ومش مركز. انشراح قالت له مالك يا إبراهيم، ده أنت المفروض تبقى مبسوط والفرحة مش سايعاك، ده احنا أخيرا هنسافر يا جدع. إبراهيم قال لها طلبوا مني أعرف لهم أسعار الخضار والفاكهة والحالة الاقتصادية في القاهرة. انشراح ردت بكل برود وقالت له طيب وفيها ايه، هي الأسعار يعني سر، ما كل الشعب عارف الأسعار. إبراهيم قال لها انت شايفة كده؟ انشراح قالت له ايوه طبعا، وطالما الموضوع فيه فلوس ليه لا. وفعلا إبراهيم وانشراح سافروا للقاهرة وقضوا وقت مع أولادهم، وبعدها رجعوا مرة تانية. وأول ما رجعوا إبراهيم راح لأبو نعيم وسلموا التقرير. وقتها أبو نعيم عرفه على شخص تاني اسمه أبو يعقوب، واللي كان ضابط في الموساد الإسرائيلي ومسؤول عن تدريب ومتابعة الجواسيس. وطبعا قابله إبراهيم أحسن مقابلة وأحسن استقبال، وفي وسط الكلام قالوا له زي ما انت شايف احنا بنحب السلام وعايشين في حالنا، ولكن الفدائيين مش ساكتين وكل يوم والتاني يعملوا عملية فدائية. قول لنا يا إبراهيم ما تعرفش حد منهم ولا تبعهم؟ إبراهيم وقتها كان فعلا يعرف شخص من الفدائيين وقال لهم أيوة أعرف، وهوب دلهم على مكانه. وبعدها أبو يعقوب سلمه ظرف فيه $200. وقتها الدولار كان عامل 75 قرش، في الوقت اللي كان أكبر موظف في الدولة بيقبض 18 أو 20 جنيه. ولما إبراهيم رجع للبيت كان وشه مخطوف وخاف وقال لانشراح أنا دلتهم على مكان فدائي وأكيد زمانهم قتلوه. انشراح سكتت شوية وقالت له إيه يعني، ما هم كده كده كانوا هيمسكوه، ولو أنت ما دلتهمش غيرك كان هيدلهم، وبعدين إحنا وأولادنا أولى بالفلوس. إبراهيم قال لها بس أنا حاسس إني بقيت خاين يا انشراح، تفتكري اللي إحنا بنعمله ده صح ولا غلط؟ انشراح قالت له لا مش خاين، وبعدين انت مكبر الموضوع قوي كده، الفدائيين دول هم السبب في اللي احنا فيه، مخلين الصهاينة مضايقين علينا عيشتنا بسبب عمايلهم، وانت شايف بعينك ولا عارف تشتغل ولا عارف تتحرك ولا عارف تجيب جنيه. ركز يا إبراهيم وحياة أبوك في اللي انت بتعمله، احنا عاوزين نعيش يومين حلوين. رد عليها إبراهيم وقال لها على رأيك أنا من ساعة ما اشتغلت مع الناس دي ما شفتش منهم غير كل خير. وكلمة في حدوتة إبراهيم وانشراح قرروا إنهم يمشوا ورا الفلوس والدولارات حتى لو كان على حساب كرامتهم ووطنهم.
وفي اليوم التاني أبو يعقوب بعت لإبراهيم عشان يروح له المكتب وقال له اسمع يا إبراهيم، الحكاية واضحة زي الشمس ومن غير لف ولا دوران، انت من النهاردة بقيت واحد من رجالتنا، انت عارف كده ولا لأ؟ إبراهيم قال له أيوة عارف. أبو يعقوب رد عليه وقال له حلو قوي، ودلوقتي بقى احنا هنطلع على بئر 7 وهنبتدي في التدريبات عشان نخليك جاسوس محترف. وفعلا إبراهيم سافر مع أبو يعقوب لبئر 7 واتدرب على فك الشفرات والكتابة بالحبر السري وبث الشائعات والنكت الساخرة على الجيش والشرطة عشان ينشر الإحباط في قلوب الناس، ودربوه على كيفية جمع المعلومات وإزاي ياخد المعلومة من اللي قدامه بدون ما يشك فيه. يعني من الآخر إبراهيم بقى جاسوس على الفرازة. وبعدها قالوا له انت خلاص ما بقالكش عيش في العريش، احنا هنجيب لك شقة في القاهرة وتحديدا في الأمرية، دي منطقة زحمة ومليانة ناس، وما تنساش ان كل معلومة هتعرفها هتفرق معانا، ده غير ان بقى ليك مرتب شهري $200. طبعا إبراهيم رجع للبيت وحكى لانشراح كل حاجة. انشراح قالت له يلا بينا، ده احنا اتفتحت لنا طاقة القدر. إبراهيم قال لها يعني انت شايفة اننا ما بنعملش حاجة غلط يا انشراح؟ انشراح قالت له لا خالص، انت راجل مدني وكل المعلومات اللي هتبعتها لهم معلومات عادية جدا سواء عن الناس او الحالة الاجتماعية او الاقتصادية، يعني ملكش علاقة بالاخبار العسكرية ولا الحربية ومش هتضر البلد ولا هتأذي حد. تحسوا ان انشراح كأن الشيطان كان بيلقنها كل كلمة عشان تقدر تقنع إبراهيم ان الخيانة شيء عادي وكأنها اتولدت خاينة. وفعلا في منتصف شهر نوفمبر سنة 1967 إبراهيم وانشراح انتقلوا لشقتهم في الأمرية، وكمان أولادهم عاشوا معاهم، وكانت كل حاجة تمام وماشية زي الفل. وأبو يعقوب كان متفق مع إبراهيم إنه ما يبعتش جواب إلا كل 6 شهور، وخلال ال6 شهور دول يجمع أكبر قدر من المعلومات ويكتبهم ويبعتهم مرة واحدة، من خلال إنه يسافر على روما ويبعتهم من هناك. بس كان في مشكلة محدش واخد باله منها، وهي إن كل قرايبهم ومعارفهم أكيد هيشكوا فيهم بسبب النقلة اللي هم نقلوها دي. إزاي بقى عندهم شقة وفلوس كتير وحالتهم المادية اتحسنت 180 درجة؟ ولكن انشراح كان عندها حل لكل حاجة، وقالت لإبراهيم بسيطة، إحنا نفتح شركة ونتاجر في الملابس المستوردة والأجهزة الكهربائية، وبكده هيتعرف مصدر الفلوس، وكمان هيبقى عندنا سبب واضح لسفرياتنا كل شوية. وبرغم إن انشراح كانت هي اللي بتخطط لكل حاجة إلا إنها ما كانتش لسه ظهرت في الصورة، يعني انشراح تخطط وإبراهيم ينفذ. ولكن الوضع ده ما كانش عاجب انشراح وحست إن دورها كان صغير في الخيانة، عشان كده قالت لإبراهيم اسمع بقى فيها لخفيها، أنا هكتب اسمي في الجواب زيك وأخليهم يعرفوا إني شريكتك، وهو زيادة الخير خيرين، وبدل ما يبقى مرتب واحد يبقوا مرتبين. وفعلا انشراح كانت بتتعمد إنها توقع اسمها في التقارير عشان تلفت انتباههم، لحد ما أخدوا بالهم منها، وهي كمان جندوها لصالحهم وكانوا بيبعتوا لها مرتب زيها زي إبراهيم. وفي مرة من المرات جات لهم أوامر إنهم يسافروا لروما، وبالفعل سافروا لبنان وبعدها سافروا على روما، وهناك قابلوا أبو يعقوب وقال لهم الحكومة في تل أبيب عاوزين يكرموكم على مجهوداتكم، عشان كده إحنا هنسافر لتل أبيب، ولكن طبعا ما ينفعش تسافروا بأسمائكم الحقيقية، دي هتبقى مصيبة كبيرة، عشان كده أنا جهزت لكم جوازات سفر وهويات بأسماء مختلفة. وبالفعل إبراهيم وانشراح سافروا من روما لتل أبيب، وهناك استقبلوهم بحفاوة شديدة وكان أحسن استقبال. وطبعا هم بيعملوا كده مع كل الجواسيس وخصوصا الجواسيس المميزين، ومش بس كده دول كمان ادولهم رتبة في الجيش الإسرائيلي. ومن اللحظة دي انشراح موسى بقت الملازم أول دينا عمر، وإبراهيم شاهين بقى الرائد مشيع عمر، وبدأوا يجهزوهم للخيانة الكبرى ودربوهم على التصوير بشكل احترافي، وكمان دربوهم على التفريق بين أنواع الأسلحة. وكانت الأوامر للمرحلة الجاية إنهم يلفوا كل محافظات مصر عشان يصوروا كل حاجة ويعرفوا كل الأخبار عن حالة الشعب ويركزوا على تصوير القواعد العسكرية. وبعد فترة من التدريب رجعوا لمصر مرة تانية ومعاهم الكاميرات اللي هيستخدموها في المهمة، وبدأوا في زيارة كل محافظات مصر بحجة الفسحة والترفيه. وطبعا كانوا بيصوروا أي حاجة ممكن تفيدهم، ولكن الأولاد كانوا بيلاحظوا إن أبوهم وأمهم مهتمين جدا إنهم يصوروا، وكانوا بيروحوا الرحلات دي مخصوص عشان يصوروا بس مش فسحة زي ما بيقولوا لهم. ولكن إبراهيم وانشراح حاولوا إنهم ما يظهروش أي حاجة قدام أولادهم. وفي يوم من الأيام إبراهيم وانشراح سمعوا إن في رتبة كبيرة في الدولة هتزور منطقة تبة الشجرة في الإسماعيلية يوم 9 مارس، ولكنهم مش عارفين مين هو الشخصية المهمة دي. وطبعا بلغوا الموساد في أسرع وقت،
أصل وقتها كانت حرب الاستنزاف شغالة بين الجيش المصري وبين الصهاينة. وفعلا في يوم 9 مارس سنة 1969 الفريق عبد المنعم رياض واللي كان رئيس أركان القوات المسلحة أخد طيارة وراح على خط الجبهة في الإسماعيلية، وعلى الساعة 5 الفجر اشتغل الضرب بالمدفعيات التقيلة لحد ما نزل القذيفة في المكان اللي هو فيه واستشهد في الحال. وعلى فكرة يوم 9 مارس هو يوم الشهيد، ولما سمعوا باستشهاده عرفوا إنه هو ده اللي كان مقصود. والغريبة إنهم ما حسوش بأي ذرة ندم وكملوا عادي ولا كأن حاجة حصلت. ولكن مع الوقت الأولاد بدأوا يكبروا ويفهموا كلام أمهم وأبوهم، وهنا انشراح قررت أسوأ قرار تاخده أم لأولادها، وقالت لإبراهيم بقولك إيه، أنا بفكر إننا نجند العيال ويبقوا معانا، هما خلاص كبروا، وبصراحة أنا خايفة يقولوا كلمة كده ولا كده ويكشفونا، وهو حتى يبقى ليهم مرتبات ويضمنوا مستقبلهم زينا. إبراهيم قال لها وماله، بس تفتكر الأولاد هيوافقوا؟ دول بيعلموهم في المدارس إن إسرائيل هي العدو، فجأة احنا نقول لهم حبوها، ده ممكن يفضحونا. انشراح قالت له سيب الموضوع ده عليا. وتاني يوم العيلة كلها كانت مجتمعة، وانشراح قالت لأولادها اسمعوا يا أولاد، عارفين كل الأبهة والعز اللي انتوا عايشين فيه ده مين السبب فيه؟ اوعوا تفتكروا إن شغل أبوكم يجيب الفلوس دي كلها، ده احنا كنا غلابة وعدت علينا أيام ما كناش لاقيين العيش حاف. وهنا إبراهيم اتدخل وقال لهم أيوة صدقوا أمكم في كل كلمة، لما الحال ده بينا بعد النكسة أنا اتعرفت على أصدقاء يهود وهم اللي ساعدونا، بس زي ما انتم فاهمين إن مفيش حاجة ببلاش، هم ساعدونا مقابل معلومات كنت بديها لهم. طبعا الأولاد كانوا مصدومين ومش مستوعبين اللي بيسمعوه، وقبل ما حد فيهم يرد ولا ينطق انشراح قالت لهم أيوة اللي انتوا فهمتوه صح، احنا جواسيس لإسرائيل، ولو انتم عاوزين عيشة العز دي تستمر وتكملوا في مدارسكم العالية يبقى لازم تنضموا لينا وكلنا نبقى ايد واحدة. وبالفعل الأولاد وافقوا والعيلة كلها بقوا جواسيس، وكانت أول مرة تحصل في مصر بل في العالم كله. أصل سمعنا كتير عن جاسوس أو اتنين في العيلة، زي مثلا 2 إخوات أو أولاد عم أو قرايب من بعيد، ولكن عيلة بأكملها يبقوا جواسيس؟ غريبة دي. المهم إن إبراهيم وانشراح لما سافروا عشان يسلموا التقرير لأبو يعقوب قالوا له إن أولادهم هم كمان اتجندوا والمفروض يبقى ليهم مرتب شهري زيهم، وفعلا أبو يعقوب وافق وادالهم اللي فيه النصيب ورجعوا مرة تانية على مصر. والكلام ده كان سنة 1971. ولما رجعوا بدأوا الشغل التقيل وقرروا إنهم يتنقلوا لمدينة نصر، وده عشان الأولاد ينضموا للمدارس اللي فيها أولاد الزوات والضباط ورتب الجيش والشرطة. وفعلا الأولاد كانوا طالعين لأمهم وأبوهم يموتوا في القرش، عشان كده كانوا بيركزوا في كل كلمة بتتقال، مش بقول لكم أوطى عيلة في مصر. لحد ما في يوم كلهم كانوا مجتمعين قدام التلفزيون، وبالصدفة اشتغل قدامهم فيلم وثائقي عن قصة حياة جاسوس انتهت بالإعدام. وفي اللحظة دي كلهم بصوا لبعض والدم اتجمد في عروقهم وحسوا إن نهايتهم قربت، وحبل المشنقة التف حوالين رقبتهم. ومن ساعتها وحالتهم اتشقلبت لدرجة إن إبراهيم ما كانش بيعرف ينام من الكوابيس اللي بيشوفها. وده اللي خلى انشراح تقول لهم لحد هنا وكفاية، أنا هسافر روما لأبو يعقوب وأقول له إحنا خلاص مش هنكمل في اللي بنعمله، خلينا نعيش الباقي من عمرنا في سلام، أصل العمر مش بعزقة. وبالفعل انشراح أخدت بعضها وسافرت على روما، ولكنها بمجرد ما فتحت أبو يعقوب في الموضوع خرج من جيبه ظرف مليان دولارات وقال لها بذمتك يا دينا في حد يقول الدولارات دي لأ؟ وطبعا انشراح أول ما شافت الفلوس رجعت في كلامها ورجعت لأولادها وبلغتهم إنهم ما يكملوا في اللي بيعملوه مهما حصل. واستمر الوضع ده لحد ما نوصل ليوم 6 أكتوبر سنة 1973. يومها العالم كله اتفاجئ بأن الجيش المصري بيعبر القناة وبيحطم خط بارليف وإن مصر انتصرت. وفي الوقت اللي الشعب كله كان مبسوط بالانتصار العظيم ده كان إبراهيم وانشراح وأولادهم في حالة ذهول وحزن على أصدقائهم اليهود. ولما اتقابلوا مع أبو يعقوب كان بيلومهم ويقول لهم إزاي ما بلغتونيش بحاجة زي دي. إبراهيم قال له المخابرات المصرية خدعت العالم كله، وأنا كل اللي عرفته من معارف الضباط إن ضباط الجيش بيجهزوا للعمرة، وبعدين حتى لو كنت عرفت معلومة على آخر لحظة ما كنتش هلحق أبعتها ولا هتلحق توصل. أبو يعقوب تفهم الموقف لأنهم هم كمان اتخدعوا زي كل الجواسيس اللي تبعهم في مصر، ومحدش كان ليه ذنب. وفي النهاية سلموا جهاز وقال له الجهاز ده أحدث إصدار، بمجرد ما تبعت الرسالة هتوصل لنا في خلال دقايق، عاوزكم في الأيام الجاية تخلوا عينيكم في وسط راسكم لأن لسه الأمور مش مستقرة وخايفين مصر تعمل حاجة تانية. إبراهيم وانشراح أخدوا الجهاز ورجعوا لمصر، ولكن مع أول استخدام اتفاجئوا إنه عطلان ومش شغال. عشان كده انشراح قالت لهم
بقول لكم ايه، انا هرجع روما عشان اطلب من ابو يعقوب جهاز تاني. ابراهيم قال لها مفيش مشكلة، وانا هحاول اشغل الجهاز ده باي طريقة. وفعلا ابراهيم ما بطلش محاولة مع الجهاز لحد ما المخابرات المصرية قدرت انها تلتقط الاشارة وتم تحديد موقعه وعملوا تحرياتهم عليه. وفي يوم 5 أغسطس سنة 1974 أولاد إبراهيم اتفاجئوا إنه داخل عليهم ومعاه 4 ضباط، وكان في حالة خوف وهلع. وبعد ما فتشوا البيت لقوا كل الأدلة، الجهاز والرسائل اللي بالحبر السري والدولارات اللي كانوا بياخدوها، وتم القبض عليهم كلهم. كل ده وانشراح كانت لسه في روما، وإبراهيم كان بيتواصل معاها تحت إشراف المخابرات المصرية، وكان بيكلمها عادي جدا عشان ما تحسش بأي حاجة وتنزل لمصر. وفعلا في يوم 24 أغسطس انشراح رجعت مصر، وأول ما دخلت بيتها شافت قدامها الصقور المصرية وقالوا لها جملة واحدة: ازيك يا مدام دينا. وقتها اتأكدت إنها اتكشفت، لأن ده كان اسمها الحركي في تل أبيب. وبعد ما تم القبض عليها أخدوا منها الجهاز الجديد. وهنا كانت الصدمة يا صديقي، الموساد كان مستني المعلومات اللي هتبعتها انشراح موسى على الجهاز الجديد، ولكن الموساد اتفاجئ إن اللي بيتكلموا على الجهاز ضابط مخابرات مصري، وقال لهم بالنص كده: مش هتوصل لكم رسائل بعد النهاردة، لأن جاسوسكم وكل عيلته اتقبض عليهم. مع تحيات المخابرات المصرية. وبعد اعترافاتهم بخيانتهم تمت محاكمتهم، واتحكم على إبراهيم وانشراح بالإعدام شنقا. أما ابنهم نبيل الكبير أخد 5 سنين، ومحمد وعادل اتحولوا للأحداث. ويوم 16 يناير سنة 1977 اتنفذ حكم الإعدام في إبراهيم شاهين. أما انشراح فقدمت التماس من تاني يوم ليها في السجن، وبالفعل أخدت عفو رئاسي. في روايات بتقول إنها خرجت بعفو رئاسي، وفي روايات بتقول إنها خرجت في صفقة تبادل أسرى، بس أنا برجح إنها خرجت بعفو رئاسي، لأن إسرائيل مش هتهتم بواحدة زيها بعد ما اتكشفت قدام المخابرات المصرية، فالموساد مستحيل يعتمد عليها مرة تانية. المهم بعد خروج انشراح من السجن طلعت في لقاء تلفزيوني مع الفنان سمير صبري، وقالت إنها ندمانة وإنها تابت وقربت من ربنا، وقعدت تدعي للرئيس وللجيش والمصر، وقالت: سامحوني، أنا فعلا غلطت في حق بلدي، ولو الزمن رجع بيا مرة تانية ما كنتش هعمل كده. مدام انشراح، تعبانة؟ أول ما خرجتي بقى شفتي الأولاد على طول؟ وبعد اللقاء التلفزيوني ده ناس كتير اتعاطفوا معاها وقالوا ربنا يسامحها على اللي عملته، ويا ريت بقى تمشي عدل وتتعلم من اللي حصل لها. وانشراح في البداية كانت عاملة زي التمساح اللي بيبكي ومستني فريسته. وهنا يا صديقي مصر كلها اتفاجئت، بل الوطن العربي كله، بعد اللقاء التلفزيوني وتعاطف الناس معاها وصورها اللي في كل مكان. بنتفاجئ ان انشراح موسى في قلب تل أبيب. ومش بس كده، دي كمان اعتنقت اليهودية، ولهجتها وكلامها اتغيروا 180 درجة، وقالت إنها فخورة بكل اللي قدمته لإسرائيل وعمرها ما ندمت على حاجة، وكانت فاكرة إنها تتعامل معاملة الأبطال، ولكنها اتصدمت لما لقيتهم بيتخلوا عنها. ومش بس كده، دول كمان شغلوها في تنظيف حمامات السيدات. أما أولادها فهم كمان اعتنقوا اليهودية وغيروا أسمائهم، واحد اشتغل عامل في مصنع، وواحد اتجوز من بنت يهودية واشتغل في مغسلة. أما عادل الصغير سافر لدولة أوروبية وفتح قناة على اليوتيوب وحكى كل حاجة حصلت، وناشد الدولة بأنه عاوز يرجع مصر وإنه ملوش دعوة باللي عملوه أبوه وأمه، ولكن محدش عبره لحد ما اتصاب بالسرطان ومات في مايو سنة 2021. أما انشراح لما سمعت خبر موت ابنها حزنت جدا ودخلت في حالة اكتئاب، ولما عرفت إنها خلاص هتموت قدمت طلب إنها عاوزة تدفن في مصر، ولكن طلبها اترفض. ومن وجهة نظري شايف إن ده كان قرار صح، واحدة خانت بلدها واستشهد بسببها مئات الأبطال، ورغم ذلك أخدت عفو رئاسي، وبعد ده كله ترجع تسافر لإسرائيل وتقول إنها مش ندمانة على أي حاجة. فقرار الرفض كان قرار صح. وفعلا انشراح موسى ماتت بعد موت ابنها بكام شهر بس، واتدفنت في تل أبيب على الطريقة اليهودية. ودي كانت نهاية أوطى عيلة في مصر. وبنتمنى لو الحلقة نالت إعجاب حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك بسيط وتعليق إيجابي، لأن الحاجات دي بتفرق معنا